وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء وجلى باليقين قلوب صفوته الأتقياء وبلى خلقه بالسعادة والشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بالحشر واللقاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وشرف وكرم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفدائية. وهذه الحلقة هي سلسلة من حلقات تاريخية اللغة العربية ومكانتها في أريتريا. وفي البداية أصل كلمة أريتريا هي لم تطلق إلا في عصر القريب أو الزمن القريب، وأطلق اليونانيون في القرن الثالث قبل الميلاد كلمة تريكون سينيوس إريتريوم على البحار الواقعة حول الجزيرة العربية، أي البحر الأحمر أو ما يسمى ببحر القلزم. وكانت بهذا تشكل البحر الأحمر أي بحر القلزم وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي. هذه البحار أطلق عليها اليونانيون هذا الاسم وفسروا التسمية والتي تعني البحر الأحمر، ولذلك لكثرة الطحالب العائمة التي كان يشاهدها البحارة اليونان على سطح مياه هذه البحار. وكانت قديما في اليونان جزيرة تسمى تحمل اسم أريتريا. في اليونان في جزيرة تسمى أريتريا، وعندما احتل الطليان سواحل البحر الأحمر الممتدة من رحيته جنوبا إلى رأس قصار شمالا أطلقوا عليها اسم أريتريا تجديدا للتسمية الرومانية لساحل عدوليس، وذلك بالمرسوم الذي أصدره الملك هومبرت الأول ملك إيطاليا في الأول من يناير في عام 1890 ميلادي. عدوليس هي الآن ما تسمى بمنطقة زولا، هي شمال البحر الأحمر. كانت ميناء لهذه المنطقة، ميناء قديم، وكانت فيه حضارة. الموقع والسكان واللغة. تقع دولة إريتريا في أقصى شرق القارة الإفريقية، فقبالة شبه الجزيرة العربية من الناحية الجنوبية للبحر الأحمر. وتشكل إريتريا بالإضافة إلى الصومال وجيبوتي المنفذ المهم لانفتاح القارة الإفريقية الشرقية على العالم العربي. يحدها من الغرب والشمال دولة السودان، ومن الجنوب دولة إثيوبيا، ومن الجنوب الشرقي جمهورية جيبوتي. ويطل لسانها الجنوبي على باب المندب، وتشمل حوالي 126 جزيرة بما يسمى بأرخبيل دهلك. أهمها أرخبيل دهلك، وأهم موانئها مدينة مصوع وعصب. تمتلك إريتريا تمتاز بوجود ميناءين، ميناء مصوع وميناء عصب. وقد وصف رحال يوناني حالة الازدهار التجاري في القرن الأول الميلادي بين أدوليس وبين بلدان العالم المعروفة عندئذ، فيقول في كتابه الكشاف البحري: كان في عدوليس
مجتمع منظم مزدهر في هذه المدينة الكبيرة ذات المباني الجميلة والمعابد والحمامات والشوارع الواسعة. هذا قبل الإسلام هذه المنطقة، والآن لا توجد هذه الأشياء التي ذكرها، اختلفت. تختلف الكتابات والمعلومات الواردة في شأن مساحة أريتريا، إلا أن الفرق فيما بين ما ورد من معلومات ليس كبيرا، ولذا يمكن القول إن إريتريا تغطي رقعة من الأرض تقدر بنحوي 120 كيلومترا مربعا تقريبا، بما في ذلك جزر دهلك. لا يوجد حتى الآن تعداد سكاني في دولة أريتريا يقوم على الأسس الإحصائية العلمية الحديثة يمكن الاعتماد عليها. إلى الآن، إلى تسجيل هذه الحلقة، لا يوجد هنالك تعداد سكاني، لأن معظم سكان إريتريا في خارج البلاد، وسوى معلومات مأخوذة من تقديرات الباحثين أو التقارير الأولية التي جمعت إبان الثورة المسلحة في الوسائل التقليدية، تشير إلى عدد سكان دولة إريتريا يبلغ إلى حوالي 3,500,000 نسمة تقريبا. هذا قديم. أما الآن فتعداد السكان بالتقريب كذلك ما يعادل 5 مليون إلى 6 مليون إريتري، ولكنهم في خارج بلادهم. تتمتع دولة إريتريا بأكثر من لغة، أي قوميات أطلقت عليها الحكومة الحالية بالقوميات. قسمت الشعب الإريتري بالقوميات على حسب اللغة التي تتداولها هذه القبائل، وأهمها اللغة العربية واللغة الحبشية الجعزية السبئية، التجرينيا والتجرايت. وتعد لغة الجئز أو الجعز أقدم لغة سامية في شمال شرق أفريقيا، وكما أن خطها وكتابتها مشتقة من الحروف السبئية. وبعد دخول المسيحية إلى البلاد في القرن الرابع الميلادي طمست معالم الثقافة الجئزية الوثنية أو حرفت بحيث تتناسب مع تعاليم الديانة الجديدة. يطلق مصطلح اللغات السامية على لغات الأسرة التي تنتمي إلى الفصيلة السامية الحامية لسامي بن نوح وحامي بن نوح، طبقا لتقسيم علماء اللغة للفصائل اللغوية في العالم، وذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي في سنة 1781 ميلاد. وقد استغيت هذه التسمية من جدول تقسيم الشعوب الموجود في العهد القديم. هذا طبعا تناقض وكلام ليس له حقيقة. تقسيم هذه اللغات إلى لغات سامية وأفرو آسيوية وإلى لغات زنجية، هذا كان اجتهاد من النصارى في ذاك الوقت. إذن حيث تنسب هذه اللغات إلى سامي بن نوح، يقولون هكذا، وتضم هذه الأسرة اللغوية لغات شعوب التي تسكن الآن وسكنت قديما شبه الجزيرة العربية واليمن والحبشة وبلاد الشام والعراق. يتحدث سكان دولة إريتريا لغتين مكتوبتين و7 لهجات محلية، واللغة العربية والتجرينيا هما اللغتان الرسميتان حسب المادة 38 من الدستور الأريتري الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 يوليو لعام 1957 ميلادي، وأقرها البرلمان الإريتري في تلك الفترة. إذن اللغة الرسمية التي اعتمدت في ذاك الوقت في الخمسينات
في بداية الخمسينات كانت اللغة العربية واللغة التجرينية، وهي اللغة التجرينية نفسها هي لغة عربية بما يسمى باللغة السامية، هي اللغة العربية والحبشية والعبرية وغيرها من اللغات. المدن القديمة والتاريخية في إريتريا، هناك مدن قديمة قبل الإسلام اشتهرت في هذه المنطقة، وعلى رأسها جزيرة دهلك. فكانت هذه المنطقة معروفة، ليست معزولة عن العالم سواء كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام. ودهلك بفتح أوله وسكون ثانيه دهلك، ولام مفتوحة وآخره كاف. اسم أعجمي معرب، ويقال له دهيك أيضا، وهي جزيرة في بحر اليمن، وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة. بلدة ضيقة حرجة حارة. كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها، إلى هذه الجزيرة. وقال الشاعر أبو المقدام من شعراء الدولة الأموية، يقول في شعره ذاكرا هذه المنطقة: ولو أصبحت بنت الغطام دونها، جبال بها الأكراد سم صخورها، لباشرت ثوب الخوف حتى أزورها، بنفسي إذا كانت بأرض تزورها، ولو أصبحت خلف الثريا لزرتها، بنفسي ولو كانت بدهلك دورها. هكذا كلمة دهلك ذكرت في الشعر العربي. وقبل كما ذكرنا قبل الإسلام كانت هذه المناطق فيها حضارة إنسانية. وهذا الشاعر أبو الفتح نصر الله ابن عبد الله ابن قلاقس الأسكندري، وهو مولود بالإسكندرية الآن هذه المدينة في مصر الحالية، وكان كثير السفر والترحال. ففي سنة 1169 دخل عدن، ثم قادرها مبحرا في تجارة، وارتطمت سفينته بصخرة في جزيرة نخرة، وهذه الجزيرة موجودة الآن في منطقة دهلك. وكانت في العهد الإثيوبي سجن للسياسيين، وما زالت حتى الآن سجن للسياسيين الأريتريين. وهي قرب دهلك، وهو مرسى في جزيرة بين بلاد اليمن والحبشة. فأسعفه سلطان دهلك مالك بن أبي السداد بالطعام والملابس له ولرجاله. يعني هذا السلطان الذي كان يحكم دهلك هو اسمه مالك ابن أبي السداد بالطعام والملابس له ولرجاله، وأنزله عنده فتضايق من حر دهلك. وحقيقة دهلك مصوع طقسها حار في الصيف، فهاجها بهذين البيتين حينما تضايق من هذا الجو الحار، فقال: وأقبح بدهلك من بلدة، فكل امرئ حلها هالك، كفاك دليلا على إنها جحيم وخازنها مالك. يقصد مالك هو حاكم دهلك. إذن مدينة مصوع هي المدينة الثانية المعروفة في ذاك الوقت، وكانت تسمى بمدينة باضع، والآن تسمى باصع، وهي مدينة كانت تجارية وفيها ميناء تجاري لأريتريا، وتسمى مصوع حاليا. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير، ونواصل ما انقطع من حديث عن تاريخية ومكانة اللغة العربية في أريتريا. وذكرنا المدينة الثانية التي كانت معروفة في تاريخ الإنساني هي مدينة مصوع حاليا أو باضع، وذكر الطبري في تاريخه هذه المدينة القديمة. الطبري عنده تاريخ، ذكر هذه المدينة في تاريخه، تاريخ الطبري، هذه المدينة القديمة في عام 16 هجرية الموافق لعام 637 ميلاد. وقال الواقدي في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقفي إلى باضع، يعني هذه المنطقة كانت تسمى باضع، الآن تسمى مصوع نسبة لأسرة تسمى بأسرة مساوع. ولا شك أن مصوع كانت على مدار القرون أهم مدينة إريترية على الإطلاق، فقد ظلت لقرون مضت بوابة الداخل ومركزا تجاريا على المستوى العالمي. لذلك الواقدي وذكرها الطبري، فهذه المنطقة كانت تسمى بمنطقة باضع، أي باطع. الآن يطلق عليها أهلها الأصليون يطلقون عليها باطع أو مصوع. ونظرا لأهميتها الاستراتيجية استقطبت مصوع وما حولها انتباه الأمويين، وهي الدولة الأموية، والبرتقاليين والأتراك العثمانيين بما يسمى الخلافة أو السلطنة العثمانية الإسلامية، والخديويين المصريين والإيطاليين. وأصبحت كذلك هذه المنطقة، منطقة إريتريا، مرت بهذه الاستقطابات الأموية والبرتقالية والأتراك والخديويين المصريين، وكذلك الطليان، ثم بعد ذلك بريطانيا، ثم بعد ذلك العهد الإثيوبي، وهكذا، لمكانتها الاستراتيجية على باب المندب وإطلالتها على البحر الأحمر وامتلاكها لمينائين كبيرين في هذه المنطقة. وأصبحت كذلك مصوع مهوى أفئدة التجار والعلماء والباحثين عن الفرص من كافة الأمكنة والبقاع. وقد لاحظ المراقبون الأوروبيون تميز مصوع وتطورها، هيئتها الاجتماعية، فوصفوها بالمتحضرة وبالشبيهة بأوروبا. وبعد إعلان إريتريا كمستعمرة إيطالية ذات كيان في عام 1890 احتلت إيطاليا إريتريا، بقيت مصوع عاصمة إريتريا حتى عام 1899. يعني في هذا الوقت كانت إريتريا هذه منطقة اسمها مصوع، وهي كانت العاصمة بعد ما توقل الإيطاليون إلى أسمرة وإلى كرن، كانت مصوع عاصمتهم. وتعرضت مدينة مصوع لعدد من أسوأ الكوارث في تاريخها: الزلزال الأرضي القوي الذي أصاب المدينة عام 1920 ودمر العديد من مبانيها ومنشآتها التاريخية، وترك على وجهها بصمة حزينة، ودفعت مدينة مصوع ثمنا باهظا في حرب التحرير الأريترية. وفي المحاولة الأولى لتحريرها عام 1977 والمحاولة الثانية الناجحة لتحريرها في عام 1990 تعرضت المدينة لأضرار فادحة جراء القصف المدمر من قبل نظام منغستو هايلي ماريام الذي كان يحكم إثيوبيا. وعلى خلاف بعض المدن الإريترية الأخرى، فإن نظام منغستو هايلي ماريام قاتل بشدة من أجل إبقاء مصوع تحت سيطرته، مما أدى إلى الكثير من الدمار والخراب. ثالثا، ميناء عدوليس، ميناء إريتري قديم على الساحل البحر الأحمر، ما يسمى بحر القلزم، وما تزال آثار ذلك الميناء شاهدة عليه حتى الآن.
وكانت عدوليس المنفذ الدائم لمرور التجارة من وإلى الأقاليم السودانية، فقد كان الطريق الرئيس الذي كان يصلها مع ظهيرها السهلي الذي يمر عبر الساحل على المرتفعات الإريترية ويهبط مع المنحدرات في اتجاه عام نحو الشمال الغربي والغرب من السهول السودانية فيما حول النيل نهر النيل. وكان ذلك الطريق يمر عبر مدينة كلوة، هذه سلطنة كانت على شرق أفريقيا التي كانت تبعد عن عدوليس مسيرة 3 أيام، ثم يمتد إلى أكسوم في قلب الأجزاء الشمالية من الهضبة الحبشية بعد مسيرة 5 أيام من مدينة كلوة. وكانت مملكة أكسوم في ذاك الوقت نقطة الالتقاء الرئيسة التي تجتمع فيها كل الطرق وإلى السهول السودانية والأقاليم النيلية. هذا يدلنا على أن هذه المنطقة كانت معروفة من قبل، وكان لها دور رياضي حضاري في ذاك الوقت. ويصف لنا رحالة يوناني ازدهار عدوليس التجاري، ميناء عدوليس التجاري في القرن الأول الميلادي، فيقول: كان المجتمع منظما ومزدهرا في عدوليس، وكانت المدينة ذات مباني جميلة، فكانت شوارعها واسعة تظهر فيها المعابد والحمامات المتعددة. هكذا كان. الرابعة هي قرية سمهر، وما يسمى الآن بإقليم سمهر. سابقا قبل التحرير كان يسمى بإقليم سمهر، ولكن الآن قسمت سمهر إلى أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. فيقول: قرأت بخط أبي الفضل العباس ابن علي الصولي المعروف بابن أبي برد الخيار قال: حدثني سليمان المدائني قال: حدثني الزبير بن بكار قال: الرماح السمهرية نسبت إلى قرية يقال لها سمهر بالحبشة، يعني السيوف السمهرية كانت الرماح السمهرية هي نسبت إلى قرية سمهر بالحبشة. قلت أنا وحدثني بعض من يوثق به أن هذه القرية في جزر من النيل يأتي من أرض الهند على رأس الماء كثير من القنا. هكذا. وصدق فيما قال، لأن في إريتريا يوجد إقليم يسمى سمهر حتى الآن يحمل ذاك الاسم وينسب إليه أهل سمهر من سكان شواطئ البحر الأحمر في الساحل الإريتري، ولكن كما قلنا الآن هذا الإقليم تلاشى وغير إلى شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. تاريخ اللغة العربية في إريتريا: لا شك إن الثقافة العربية عامة واللغة العربية خاصة قديمة العهد في دولة إريتريا، وبانتشار الإسلام في الممالك والإمارات الإريترية المسلمة التي دخلها الإسلام في فجر الدعوة الإسلامية أدحى الدين الرسمي لها. يعني هذه المنطقة بعد ما دخل عليها الإسلام وأنشئت إمارات وممالك إسلامية أضحى الإسلام الدين الرسمي لها، وصارت اللغة العربية هي اللغة الرسمية فيها، وهو ما أعطاها بعدا ثقافيا واجتماعيا، وانتشرت فيما بعد اللغة العربية في أرجاء دولة إريتريا وخاصة في المدن والمناطق الإسلامية، وتمسك بها الإريتريون المسلمون بوصفها لغة دينهم. لقد كان نايدل على حق عندما قال، هذا كاتب غربي، قال: إن المجتمع الإريتري من أكثر المجتمعات الإنسانية ارتباطا بتاريخه وثقافته، ولم يخفي إعجابه أبدا بأولئك البدو والرعاة التقى بهم والمزارعين الذين أجرى معهم لقاءات وأحاديث، وهم يصرون على الحديث معه باللغة العربية، يصرون معه بالحديث على الحديث معه باللغة العربية أو التجرينية.
رغم رطانة معظمهم باللغة الإيطالية المشوهة على ألسنتهم، هو إيطالي، لكن حينما ذهب إلى القرى وجد الناس يتكلمون يا إما باللغة العربية أو باللغة التجرينية. ولم يجانب ماتنيز مبعوث الأمم المتحدة الصواب عندما أعلنها صراحة، إذ قال لا بديل لهم عن العربية. هذا ماتنيز مبعوث الأمم المتحدة قال لا بديل لإريتريا عن اللغة العربية، فهي وكما يقول نايدل كانت وما زالت العنصر الأساسي من عناصر توحيد الشعب الإريتري. الشعب الإريتري في ذلك الوقت كان متوحد، وكانت لغته إما لغة عربية أو لغة التجرينية، كما يحلو للبعض أن يراها بل هي العمود الفقري الذي ترتكز عليه الهوية الإريترية، فهي ذاكرتنا وامتدادنا، أي اللغة العربية، أو امتدادنا التاريخي واستمراريتنا عبر العصور. إنها الخيط الذي يربطنا ويربط أطفالنا وأحفادنا. إلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي